هنتكلم النهارده عن الساسي، وهبدا اشرح اساسي بعد التكميم، وهتلاقوني كاتب فوق تكميم وتحتيها اساسي، لان هي دي الفكره ببساطه يا جماعه. عمليه التكميم الساسي هي عباره عن عمليه تكميم زائد جزء من تحويل مسار الاكل. طب ايه الفكره ببساطه؟ ادي المعده المتكممه عادي خالص اهي، دي المعده المتكممه عادي خالص، ودي المعده اللي بنشيلها بنقصها وبنشيلها بنفس خطوات عمليه تكميم المعده. عشان كده حبيت اشرح الساسي بعد التكميم، ان هي تكمله وهي كانها تكمله ليها وكانها تكمله ليها. ادي المعده خلاص اللي بنشيلها في عمليه التكميم، وادي المعده المتكممه، بس بمنتهى البساطه. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بعد ما بنخلص كل حاجه وبنخلص التكميم وبنخلص كل حاجه، بنبدا نعد الامعاء. بنعد قد ايه؟ متر ونص لمترين من الامعاء، زي ما انتم شايفين كده. بنعد الامعاء متر ونص لمترين، ونجيب الامعاء نعمل لها وصله مع المعده المتكممه. تاني الصوره واضحه، وهننزل برضو صور من حاجات موجوده على النت وحاجات على اليوتيوب عشان نوضح اكتر. بس هي دي الفكره ببساطه. طب ليه سموها ثنائي التقسيم؟ اهو عشان في جزء من الاكل هيعدي هنا، وجزء من الاكل تاني هيعدي هنا. اللي بيعدي هنا ده يا جماعه هيرجع تاني الجسم يستفيد منه، ده نهايه الايه؟ الجهاز الهضمي بتاعنا. يبقى انا عندي جزء من الاكل هيعدي هنا على طول مباشره، ويبقى انا استفدت من تحويل المسار، ان في جزء من الامعاء مش هيعدي عليه الاكل، في جزء تحت من الامعاء مش هيعدي عليه الاكل. فاستفدت من ميزه تحويل المسار. معده صغيره جدا اللي هي المعده المتكممه، وادي الجزء من الامعاء اللي هيعدي عليه الاكل مباشره من غير ما يعدي على المتر ونص المترين ده. طب كده يبقى انا استفدت من التكميم وتحويل المسار. طب ليه الناس بتقول ان احنا ممكن ما ناخدش فيتامينات مع عمليه السياسي؟ علشان في جزء من الاكل هيعدي في الحته دي. لما جزء اكل هيعدي في الحته دي، اذا الجسم هيحصل له امتصاص للمعادن والعناصر الاساسيه، فبالتالي مش هحتاج اخد فيتامينات. طب انا دايما بقول للعيان حاجه مهمه جدا في القصه دي: ما عندناش اداه علميه نقدر نشوف بيها الاكل هيمشي في الطريق ده ولا هيمشي في الطريق ده. لسه ما فيش دراسات اثبتت ان الاكل فعلا بيعدي جزء من هنا وجزء من هنا، وبالتالي مش هنحتاج ناخد فيتامينات. طب بنعمل ايه؟ خلاص بنقول للعيان بتاعنا انت هتاخد فيتامينات فتره معينه، وهنبدا نعمل اسسمنت او متابعه لنسب العناصر الاساسيه والفيتامينات في جسمك. لو النسب كويسه بنبدا نقلل الفيتامينز اللي من بره، لو النسب مش كويسه بنفضل ماشيين على الفيتامينز بتاعتنا. ده اختصار العمليه. طبعا عمليه قويه جدا، عمليه نتائجها كويسه، بقى لها شويه بتتعمل في عالم جراحات السمنه. نتائجها كويسه للعيان اللي محتاجها، بس لازم نبقى فاهمين القصه ان انا بعمل تكميم وبخلي كمان جزء من الايه، من الامعاء ما يعديش عليه اكل. دي فكره عمليه الساسي ببساطه. نفس بقى الخطوات اللي فاتت شرحناها بالتفصيل، اذا كان نص منديل البطن وبنستأصل المعده وبندبس والكلام ده كله. شكرا لكم، اشوفكم فيديو جاي.